سواء تعرفني او ما تعرفنيش، ففي الفيديو ده هعرفكم بنفسي. انا روبير مصعب، مطور اعمال او بزنس ديفلوبر، وده اللي انا مشهور بيه. ولكن في حدوته كبيره قوي قبل ما اكون مطور اعمال، وده اللي هشارككم بيها في فيديو النهارده. انا كان نفسي اكون ضابط قوات خاصه مكافحه ارهاب، ولكن القدر ما ساعدنيش ان انا اقدر احقق ده، بسبب ان انا والدي متوفي من وانا صغير وانا مسؤول عن ماما واختي. ومن هنا مجموعي جابني كليه تجاره، ودخلت الكليه. ما كنتش حاببها قوي في البدايه، ولكن بعد ثالث اسبوع ليا وانا ماشي في الشارع، في حوار دار ما بيني وبين نفسي وحسيتها انها علامه من ربنا. الحوار كان بيقول: روبير، انت متضايق ليه؟ انت ما اتقبلتش في الكليه اللي كان فيها ناس كتير جدا بيقدموا، جسمهم كان احسن منك ولياقتهم احسن منك مليون مره، كانوا هيعرفوا يعملوا المهام المطلوبه منهم احسن مني. فانت ايه اللي مضايقك؟ تعال بص لها على الجانب التاني، هتلاقي ربنا اراد ان هو يدخلني كليه تجاره علشان اعمل اللي البلد دي محتاجاه. في كام بيزنس مان معروف في مصر؟ في كام حد بيعرف يسند اقتصاد مصر؟ قليلين جدا، بيتعدوا على الايد الواحده. ومن هنا ده بقى هدفي، اللي انا اقدر اكون بيزنس مان، ولا انا اقدر اعمل حاجه تخلي اقتصاد بلدي احسن، او على الاقل اللي انا اساعد المشاريع او اساعد اي حد بيحاول يعمل حاجه يخلي اقتصاد بلدنا احسن. وعشان كده اخترت مجال تطوير الاعمال، وده اللي انا وصلت له النهارده. ومن هنا نظرتي اختلفت وقراراتي كمان اختلفت. بقيت احاول على قد ما اقدر ان انا استثمر في نفسي واستثمر في وقتي. بقيت اخبط على كل فرصه تدريب، ادور على اي كورس ممكن يساعدني، اتعلم اونلاين، اروح اتدرب في مكان وما اخدش ولا جنيه، ما عنديش اي مشكله في ده. المهم ان انا اعمل حاجه تخليني احسن واستفيد بالوقت اللي انا فيه وانا في الكليه، خصوصا ان كليه التجاره ما كانش بيبقى فيها حضور وغياب، وده كان مساعدني كتير جدا. فحاولت ان انا استغل الميزه دي لصالحي. ومن خلال التجارب دي كلها اكتشفت حاجه مهمه جدا، وهي السيلف اويرنس او الوعي الذاتي. انا عرفت نفسي اكتر، بقيت عارف انا بحب ايه وبكره ايه، انا ميال لايه ومش ميال لايه. ولقيت ان البيزنس ديفلوبمنت او تطوير الاعمال هو اكتر حاجه مناسبه لشخصيتي كروبير. وعشان كده حاولت ان انا على قد ما اقدر استغل اي فرصه ممكن اتعلم منها. واول حاجه دورت عليها هو اشوف مين اللي عمل اللي انا عايز اوصل له واتعلم منه. انا ما كنتش عايز اخترع العجله من اول وجديد. ولقيت ان اكتر حد ممكن يساعدني في ده هو لينكد ان. وكتبت على لينكد ان في السيرش على بزنس ديفلوبمنت، ووصلني باكتر من حد، وبعت لاكتر من 20 واحد. تقريبا ما فيش ولا واحد فيهم رد، غير واحد بس اللي كان انترستد اللي هو يساعدني بدون مقابل، وكان من شركه اي بي ام بزنس ديفلوبمنت مانجر، وكان اسمه اوليفر. انا ممتن ليه جدا ان هو ساعدني كتير في الطريق اللي انا وصلت ليه لغايه النهارده. وتاني حاجه كانت ساعدتني جدا اكتشافي الموقع او ويب سايت اسمه دي سكول، ودي كانت الفاوندر بتاعته اسمها لوتشيا من استراليا. وده علمني كتير جدا من اليوتيوب والكونتنت اللي كانوا بيقدموه، خصوصا اللي هما كانوا معينين ليا منتور فور فري كل شهر، بيفولو اب او بيتابع معايا الستبس اللي انا كنت باخدها والليفل بتاعي او المستوى بتاعي كان بيوصل لايه. انا مبسوط جدا ان انا قدرت اخد الخطوه دي، وهي اللي ساعدتني في طريقي از بزنس ديفلوبمنت، وان انا احب المجال ده. وبتمنى من كل قلبي ان اي حد عنده بزنس او عنده ستارت اب ان هو يقدر يكبر ويكسباند. وجود مطور الاعمال او البزنس ديفلوبر شيء ضروري ومش رفاهيه، سواء بمساعدتي او بمساعده اي مطور اعمال. اتمنى ان يكون عندكم المنتاليتي او العقليه ان انتوا تعينوا مطور الاعمال المناسب، ولو احتجتوا اي حاجه انا تحت امركم. اشوفكم على خير باذن الله. روبير مصعب.